إن أنسى لن أنسى ذاك الخبر فتتبعوا الأثر. التفت إلى ذلك المغسل قلت يا عبد الله سمعت عنك تلك القصة؟ قال نعم أنا الذي وقفت عليها بنفسي. قلت أريد أن أسمعها من لسانك. قال غسلت ذاك الشاب الذي لم يتجاوز عمره العقد الثاني. يقول فنظرت إليه فإذا بي أغسل جسده. يقول فرفعت يده فإذا بيده ترجع إلى وسطه. استغربت تعجبت. يقول فرفعتها مرة أخرى فإذا بها ترجع إلى نفس المكان. يقول فتأملت فإذا بها تلتف على فرجه. يقول تعجبت فخرجت خارج المغسلة فإذا بوالده يدور وقد أكل الهم قلبه. قلت يا أبو فلان لاحظت على ابنك فلان كيت وكيت وكيت فاستشاط غضبا. يقول فهدأت من روعه. يقول فالتفت إلي قال يا ولدي بعطيك خبره. يقول فقلت وما خبره؟ قال إلا أنك لا تخبر أحدا. فقال عبد الله إلا للعبرة والموعظة فسكت. يقول كنت أبحث عن ابني هذا في البيت. يا فلان يقول لم أسمع له صوتا. يقول اتجهت إلى كل مكان في البيت ولم أتوقع أني أجده في ذلك المكان. قال لي يا أبو فلان وين لقيته وين وجدته؟ يقول ذهبت إلى غرفته إلى المجلس إلى كل مكان. فإذا بي أتجه إلى مكان وحيد لم أتوقع أني أجد ابني فيه. يقول وجدته في دورة المياه. يقول طرقت عليه الباب. يقول لم أسمع له صوتا فتأكدت بداخلة نفسي أنه داخل دورة المياه. يقول فطرقت الباب ساعة ساعتان لم أسمع صوت. اتصلت على الدفاع المدني أتوا. يقول فكسروا الباب فنظرت فإذا بالمفاجأة وإذا بالفاجعة ابني ساقط بجانب المرحاض وقد التفت يده على فرجه وبجانبه الهاتف والمقطع الخليع مات عليه. السلام عليكم عزيزي المشاهد، لا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء.